اللي يمتاز الان رحيمي من اغلب اللاعبين حتى على مستوى اسيا اللي اشاهده انا في افريقيا. عنده هو المرعب فعلا، سرعه الحركه، سرعه الفكر، سرعه اتخاذ القرار، سرعه التنفيذ، الرشاقه والمرونه، مع جسمه نحيل. لكن كره القدم ترى عقل، مش بس فقط انك تعمل جسم وتدخل صاله جيمنازيوم وتغيير مركزي. هذا الان لا، هو يلعب لا مركزيه. نعم. يمين يسار في النص. ليش؟ لان اللاعب عنده سرعه الفكر، ترى في اتخاذ القرار بالثواني. اذا شفت مباراه النصر بثواني الاهداف، كيف هو يتحرك، كيف توقع عنده، سرعه التوقع، اتخاذ القرار. فبالتالي لاعب مش سهل، لاعب مرعب فعلا. واستمراريه توهج سفيان رحيمي، وكأنه يعني ما اعرف انا، يعني في اكثر من احتمال لهذا التوهج. اوكي، غياب لابا اعطى فرصه كبيره لسفيان وحسسه بمسؤوليه اكبر. صحيح. انزين، هناك من يقول ان سفيان اليوم المباراتين او الثلاث مباريات اللي طافوا لعب في مركزه الحقيقي، لذلك نشاهد توهج لسفيان رحيمي. كثيرين مثل ما قال حماد توقعوا ان العين ما يكون بنفس التركيز، لا، العين ظهر بتركيز كامل في مباراة اليوم. قيمة 3 نقاط ومستوى العين اللي قاعد يرتفع والثقة قاعدة تزيد. الجزئية الأولى فيما يتعلق رحيمي بنواف يؤكد مش بس لنفسه بل يؤكد للجميع أن مباراة النصر ليس فقط لأنها مباراة جماهيرية تألق فيها، بل اليوم أيضا يسجل هاتريك في 3 أهداف في مباراتين النصر، واليوم 3 أهداف. وهذا ال3 أهداف يأتي اليوم بعد اعتماده رسميا من ضمن المنتخب المغربي اللي بيكون في التجمع القادم. وهذا كأنه يرد لي على الرقراقي، قال أنا كأنه يقول أنا متواجد ليس فقط في مباراة النصر، أنا متواجد طول فترة تواجدي مع العين. هذا الرد الجميل. النصر العين اللي قدمه هذا الموسم كل ردوده بنواف في الملعب، هذا الشيء الجميل، كل ردوده في الملعب. انت مو من السهوله مثل ما قال محمد عبيد حماد انك تلعب من تاريخ 9 فبراير الى اليوم 10 مباريات وكلها تحقق فيها الفوز في 4 بطولات: آسيا، دوري، كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، كاس أديب، وتحقق هالانتصارات من 9 فبراير إلى اليوم، من بعد العودة من كاس آسيا إلى اليوم تحقق هذه الإنجازات. مش من البسيط. والأصعب بنواف، الأصعب من هذا أنك كيف تنقل اللاعبين من فترة تعب وجهد وفرحة إلى مباراة أخرى مهمة جدا، مهم أنك تفوز فيها، مهم ألا تتعرض لخسارة تبعدك عن لقب. كل البطولات، كل المباريات ال10 اللي لعبها أبو نواف العين هي مباريات خروج مغلوب، كلها خروج مغلوب، يطلع من اللقب، يطلع من البطولة، يطلع من. فلذلك الجهد الكبير اللي بذلته الإدارة، الجهاز الفني، اللاعبين انفسهم، هذا التركيز مو طبيعي. احنا نرجع لبدايه الحلقه، ليش قلت لك استثنائي لعمل العين؟ بالفعل لعمل العين استثنائي هالموسم، احنا ما نجامل ولا نقول شيء ما يستحق العين، لان هذا اللي حصل استثنائي بكل ما تعني الكلمه من المعنى. لذلك ليه حصل اليوم من رحيمي ومن اللاعبين والفوز ب4 أهداف بعد هذه الفرحه اللي كانت موجوده، التاهل الى الدور القادم، هذا ما كان شيء بسيط بنواف. مشاهدينا الكرام وعشاق الساحرة المستديرة، أينما كنتم مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتي على اليوتيوب فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي تتوصل بكل جديد على قناتنا. أهداف مغربية، قناة مختصة في ملخصات وأهداف كرة القدم الفرق وطنية وكذا تحركات محترفين المغاربة. لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك تشجيعا لنا. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم ونلتقي في فيديو جديد.